هلو يا شباب، عاملين ايه؟ تعالوا نحل مع بعض كده سؤال نمبر 18. طبعا هنا بيقول لي اول سؤال، هنا بيقول لي the author is considering deleting the underlined phrase should the sentence be kept or deleted. على طول كده اول ما نشوف ان عندنا اجابتين keep واجابتين delete، نعرف كده على طول ان احنا بنتكلم على درس اسمه data analysis. طبعا احنا عارفين ان الدرس ده فيه رولز كتيرة وفيه اكتر من طبيعة سؤال. حقيقة ان السؤال ده سهل وانا مش شايفة ان فيه اي صعوبة، والحمد لله الطلبة بتوعنا بقوا بيحلوه كويس جدا وما فيش اي مشكلة فيه. انا عن نفسي بعتبره من الاسئلة المضمونة. كل الموضوع ان احنا محتاجين نقرأ الجزء اللي مديهولنا، سواء عايز اعمل له اد بقى او ديليت، ونشوف هل ريليت للجزء ده ولا لا، عشان اعرف الاول اذا كنت هكيب السنتنس ولا لا. هنا مثلا هنقرا طبعا من الاول. هنا بيقول لي in 1873 sorry, the federal government forced the cow south to Indian territory, which would later become Oklahoma. The adolescent Curtis wanted to move with his community. According to his Senate biography, his cow grandmother talked him into staying with his parental grandparents and continuing his education. طيب في ناس بقى المشكلة انها لما بتيجي تحل بتبقى عايزة تترجم كلمة كلمة. ان احنا نقعد نترجم كلمة كلمة ده بيضيع وقت كتير وملوش اي لازمة. مثلا احنا دلوقتي كده في الامتحان وهنشوف هنحل السؤال ازاي. هنا عندي الجزء الاولاني اللي هو الجزء ده بيتكلم على مين؟ بيتكلم على ان الحكومة عايزة او بتجبر كاو ان هم يتنقلوا لانديا. تمام. وبعد كده بيقول ان عندنا في شخص اسمه كيرتس، ده كيرتس adolescent، يعني هو الشخص الاكبر فيهم، عايز يموف هو والكوميونيتي بتاعته. وبعدين بيقول بعد كده ان his grandmother، الجزء بقى هنا اللي هو الاوثر عايز يشوفه نعمله keep ولا delete، talked him، كلمته to stay with his grandparents and continue his education. هنلاحظ ان الجزء الاولاني ماشي جدا مع الجزء التاني. اذا هنا لان احنا هنا بيتكلم على كاو، تمام، اللي هو منهم كيرتس اللي هو عايز يتنقل مع الكوميونيتي بتاعته، وهيز جراند ماذر بتقنعه ان هو يستنى ويكونتينيو هيز education. يبقى احنا هنستبعد delete خالص مش معانا. يبقى انا عندي keep it provides support for the previous claim. ايوه طبعا هي فعلا بتعمل support للجملة اللي قبلها. الجملة عندي الجزء ده بيعمل support للجزء اللي قبليه، فهتبقى الإجابة A.